اهلا بيكم في حلقه جديده يا شباب. النهارده حلقه جديده، والنهارده عن شرح جديد وشرح عن موضوع مهم جدا. عمرك سالت قبل كده لو انا عندي برنامج بس مش عارف احمله عندي، او عندي برنامج بس بفلوس وانا عايز اجيبه حاجه شبهه بس فري، او عندي برنامج بيعمل حاجات كتير قوي قوي بس انا مش عايز كل ده، عايز برنامج بيعمل حاجه معينه ومش لازم ادفع كل الفلوس، فعايز اعرف بدائل البرامج دي. فالنهارده هو ده موضوع حلقتنا، والنهارده الموقع بتاعنا Alternative 2 بيقول لك بدايل البرامج كلها، يعني ممكن نجرب او مش كلها، كتير قوي منها يعني. تعالوا مثلا نجرب ايه، مثلا نجرب برنامج التصوير اللي هو باندي كام اللي انا كنت بستخدمه في الاول. باندي كام هيقول لك we have 136 alternatives، في 136 بديل، تخيل. ندوس عليهم ونبدا نبص بقى. اول حاجه طلع لي او بي اس، وده اللي انا حملته دلوقتي. الصراحه لقيته احسن من باندي كام، لان باندي كام كان عندي فيه مشاكل، كان هو بفلوس وكده، فكان لازم احمل او بي اس احسن. فبس حملت او بي اس، وبقى هتلاقي اكتر من حاجه، وهتلاقي هنا طبعا فيدباك، وهتلاقي ريتنج كمان. بصوا في كام واحد عامل لاف عليه. ولما تخش على البرنامج نفسه، يعني تعالى دلوقتي نخش مثلا نبص عليه، هنلاقي ريتنج من 5 وكومنتس وكل الكلام ده. تعالى مثلا نبص في حاجة تانية اسمها سيمبل سكرين ريكوردر، في حاجة اسمها كامتاسيا أو كامتيجا اللي انتوا عايزين تقولوه. وفوق عندنا فلترز مهمة جدا، يعني مثلا ممكن نختار ايه، أنا عايز مثلا للماك بس، أو عايز برنامج فري بس مثلا، ادوس كده بس. فدلوقتي هيجيب لك الفري اللي هو برضه او بي اس واكتر من حاجه تانية، سيمبل سكرين ريكوردر وهكذا. بس فهو ده جمال الموقع بتاعنا، حرفيا في بدائل لحاجات كتير أوي. طب مثلا عايز بديل كان في برنامج زمان اسمه لومينار اي اي، بس ده برنامج بفلوس، وانا عايز حاجه بتعمل شبهه او بتعمل نفس الايفكت اللي هو لومينار اي اي. عنده 22 الترناتيف. ده برنامج مش مشهور قوي، بس الفكره ان هو ايه، ان برضه هتلاقي عنده الترناتيفز، فحاجه كويسه جدا يعني. فهنبص هنا هنلاقي اول حاجه اسمه برنامج اسمه جيمب، وبعدها فوتوشوب ادوبي، وبعدها هنلاقي افينيتي فورو وهكذا. ممكن برضو اجي مثلا اعمل فلتر معين، ان انا مثلا ايه، هقول له طيب انا عايز حاجه مثلا، خلينا نقول ايه، للينكس بس. وظهر لنا الاوبشنز بتاعت لينكس اللي هو جيمب وشارب شوت. بس فبرنامج جميل جدا، وفعلا هيسهل عليك حاجات كتير قوي، ودايما هتكون بتستخدمه اعتقد. بس ده كان موضوع الحلقه النهارده. لو عجبك الشرح تعمل سبسكرايب ولايك وشير مع اصحابك. عايزين نوصل 3000 مشترك في اقرب وقت ممكن، وشكرا جدا ليكم على المشاهده. مع السلامه.